بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الشيخ. طيب زي ما تعودنا بعد كل مباراة لنادي الزمالك نظرة وتقييم لأداء نادي الزمالك في المباراة اللي جمع بينهم وبين طلائع الجيش على ملعب السويس، وقدر نادي الزمالك الحمد لله يعني بفضل الله يفوز 3-0 بأهداف الراجع بعد المشاكل الكتيرة والتجديد العالمي أوباما. أما الهدفين التانيين فأحرزهم عاشور فأمام عاشور نجم المستقبل إن شاء الله لنادي الزمالك. هدفين ولا أروع، قدر يفوز نادي الزمالك 3-0 على طلائع الجيش. زي ما اتعودنا مع بعض على طول نخش بسرعة كده في اللقاء. باشيكو ما بيغيرش زي ما احنا عارفين ومتعودين مع باشيكو أو كان كارتيرون 4-2-3-1 ما بيغيرش. أبو جبل في حراسة المرمى، أحمد فتوح، الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام عاشور، طارق حامد، أوباما، شيكابالا، زيزو، وعمر السعيد. الاختلاف شويه في التشكيل ان شيكابالا لعب مكان بن شرقي، عمر السعيد لغياب مصطفى محمد عشان مشكله احترافه، اما يعني طارق حامد رجع لمكانه الطبيعي، امام عاشور فبيلعب طبعا عشان غياب فرجاني ساسي. التشكيل ده اللي احنا كلنا كنا متوقعينه قبل اللقاء، لان قائمه نادي الزمالك كانت يعني كل المواقع والصحف نشرتها، فقلنا توقعنا والكوره مع الشيخ توقع التشكيل ده اللي موجود قدام حضراتكم. بدأ اللقاء يعني حاجة كبيرة قوي، باشيكو خلاص اتعودنا معاه عليها انه بيحاول يقتل اللقاء في اول 25 دقيقة، وده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل لعيبة نادي الزمالك قدر في الدقيقة 17 ان كورة ولا اجمل ولا اروع حازم امام يقدر يمر ومن الناحية اليمين ويرقص لاعب طلائع الجيش ويلعب كورة في منتهى الجمال والشياكة، توصل يعني بحاجه كده زي ما تقول على طبق من فضه اوباما يطلع يحطها جون من اهداف، الصراحه من اهداف مصطفى محمد. فبيقول لنا اوباما ما تقلقوش انا موجود، ويعني مصطفى محمد غاب فاوباما موجود. اما الهدفين التانيين فاحرز الهدفين التانيين يعني الواعد الصاعد النجم الكبير لنادي الزمالك الكبير امام عاشور. يعني في الشوط الاولاني عمل واحده ولا اروع ولا اجمل، كوره جت في العارضه وطلعت بره. اما في الشوط الثاني فعمل نفس الكوره برضو، لكن الحظ ابتسم له والكوره خبطت في العارضه ودخلت جون. هدف كده من اهداف رونالدو، من اهداف لو انتوا تفتكروا زمان حمزه الجمل. هدف ولا اروع ولا اجمل. اما الهدف الثاني فكان للرائع برضو امام عاشور باحمد سيد زيزو، يعني اللي كان مستواه يعني متذبذب طول اللقاء، لكن قدر يعمل كوره بكعبه لامام عاشور، امام عاشور يخش ويتقدم ويلعبها بليسنج كده في المرمى، حاجه في منتهى الجمال والشياكه برضو تفكرنا باللعيبه الكبار. ده كان مجريات اللقاء، يعني مش عاوزين نتكلم كتير قوي عن مجريات اللقاء لان الناس كلها شافت اللقاء، لكن نظراتنا وتقييمنا للعيبه النهارده. الونش وانا هبتدي بالونش قبل ابو جبل معلش، لان الونش مستوى رائع، مستوى ثابت رغم كل اللي بيتقال على الونش انه ماشي انه قاعد انه رايح انه جاي، لكن الونش بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. محمد عبد الغني، انا دايما اقول محمد عبد الغني شهادتي فيه مجروحه، فمحدش يسالني بعد كده عن محمد عبد الغني. نرجع لابو جبل، ولا اقول لكم ابو جبل خليه في الاخر لان ليه من يعني كلام كبير. احمد فتوح يعني كانت مباراه جيده بالنسبه له، ما كانش يعني في التوب زي المباراه اللي قبل اللي فاتت، حتى مش اللي فاتت. حازم امام، وانا هنا ليا واقفه مع حازم امام، فبقول لك يا عم حازم لو نعرف ان انت هتبقى بالجمال والحلاوه والشياكه دي كنا جبنا لك حمزه المسلوسي من زمان، قعد بره يدبدب لك عشان نشوفوا حازم امام اللي بيعمل عرضيات ولا اروع ولا اجمل، اللي بيخش وبيخترق وبيرقص وبيشوط يعني حاجه كده، يعني فكرني بحازم امام ايام زمان. حاجه كده ولا اروع ولا اجمل. امام عاشور وطارق حامد. طارق حامد طبعا شهادتنا فيه مجروحه، يعني مش احنا اللي هنتكلم عن طارق حامد، مستوى ثابت متالق ميزان في خط النص. اما النجم الصاعد الواعد الكبير امام عاشور، فامام عاشور اكتشاف، مش اكتشاف ان هو لعيب كبير، لا هو عارفين ان هو لعيب كبير، بس اكتشاف في المكان ده المباراه الثانيه على التوالي بيثبت انه يقدر يسد في المكان ده. مش هنقدر نقول يسد مكان ساسي لان ساسي لاعب كبير، واللي يقول غير كده يبقى انسان منافق، لكن امام عاشور يعني بديل جيد لفرجاني ساسي، نقدر نعتمد عليه. امام عاشور بيثبت يوم عن يوم انه صفقه رابحه جدا لنادي الزمالك، رغم الزمالك اشتراه يعني بمقابل كبير جدا من غزل المحله بحوالي 12 مليون، خاصه ان امام ما كانش لسه ساعتها كل الناس عارفه امام عاشور.
فامام عاشور من مباراه لمباراه اللي يتقدم، فشابوه لامام عاشور. اوباما، وهنا اوباما كلمه السر التجديد، التجديد لاوباما خلى اوباما في حته تانية، ويتمنى اوباما تفضل على كده وعلى المستوى ده. شيكابالا وعلامه استفهام، علامه استفهام جيده مش علامه استفهام يعني عشان نقول حاجه وحشه على شيكا. شيكا هو العقل المدبر لنادي الزمالك. شيكا بيباصي، بيشوت، بيعمل تاجلينج، بيدافع، بيعمل بينيات، لعب ال 94 دقيقه. بسم الله عليك، يعني بسم الله ما شاء الله عليك يا شيكابالا، مش عاوزين نحسدك. زيزو، يا عم زيزو خلاص نادي الزمالك قفل عرض الاحتراف بتاعك، فاتمنى تركز. انت كنت عامل زي اللمبه كده بنطفيها ونولعها، نطفيها ونولعها. يا عم زيزو، احنا عاوزين زيزو بتاع بطوله افريقيا. يعني كان كرة توصل لك رتمك بطيء، بتحتفظ بالكرة زياده عن اللزوم. اتمنى من زيزو ان يرجع لزيزو بتاع زمان. عمر السعيد، يا ابني والله انت بقى بخر اذبح لك حاجه، لكن اللي بيحصل معاك ده انا مش عارف. انت كنت لعيب كويس، يعني جاي كنت بتلعب في الانتاج الحربي، لعيب يعني كويس وجميل وجبناك كلنا، كنا معتمدين عليك في بعض لقاءات في المواسم السابقة. لكن الإصابة، اللعب المتقطع، حتى لما جيت لك الفرصة بعد مصطفى محمد مش عارف تمسك الفرصة. يعني يعني هقول لك ايه، اذبح، يعني مش هقول لك غير كده. اما لو جينا لباشيكو واتكلمنا عنه النهارده، فعجبني في كذا حاجه عملها النهارده. اول حاجه عجبني فيها باشيكو انه سحب امام عاشور، لان امام عاشور سحبه في الدقيقه 78 ونزل مكان امام عاشور فيصل. ليه سحب امام عاشور؟ لان احنا عندنا مباراه كمان يومين مع المصري، فبيحافظ على اللاعب خاصه في ظل عدم جاهزيه ساسي. برضه سحب اوباما ونزل اسلام جابر لنفس برضه السبب. احمد فتوح ونزل مكانه عبد الله جمعه. سحب عمر السعيد للاصابه ونزل مكانه بن شرقي، ده كان في الشوط الاولاني. يعني غريبه قوي انه كمل بشيكابالا للقاء، ولكن زي ما تقول كده شيكابالا ممكن ما يكونش ليه مكان في مباراه المصري. الحاجه الكبيره برضو اللي عجبتني انه يعني لما سحب عبد الله جمعه مكان احمد فتوح، كانت الناحيه بتاعت احمد فتوح يعني لطلائع الجيش بيهاجموا من الناحيه دي، واحمد فتوح ما كانش قادر يسدها، لكن عبد الله جمعه قدر ان هو يسد في المكان ده. خاصة ان عبد الله جمعه في المكان ده يعني اثبت جدارة واثبت انه حق بالمكان ده من اي حد تاني، ولكن الاصابة. عبد الله جمعه لما نزل مكان احمد فتوح الحتة دي اتسدت بصراحة يعني، وحسينا ان القصور اللي كان موجود ما بقاش موجود. حاجة كويسة جدا برضو عملها بشيكو، انه بيعدل، وحطه تحت العدل دي مليون خط. بيعدل بين اللعيبه، اللعيب مستمر معاه في التمرين، اللعيب اللي بيبذل اقصى جهده في التمرين هو اللي هيلعب. زمان يمكن ايام جروس وايام مدربين تانيين كنت تلاقي اللاعب بيغيب تمرين واتنين وتلاقيه في ارض الملعب، كنت تلاقي اللاعب بيتمرد وتلاقيه في ارض الملعب. ليه؟ لانه كان بيعتمد على 11 12 لعيب 13 لعيب بس. لكن العدل اساس الملك، واللي بيحصل في نادي الزمالك ده لان في عدل بين اللعيبه، ومش انا اللي قلت كده، لا ده كل الناس طلعت وقالت الكلام ده. فشابوه البشيكو. لو اتكلمنا بقى عن تقييمنا ونظرتنا الابعد شويه وتقييمنا بالدرجات للعيبه نادي الزمالك، فابو جبل اللي انا نسيت اتكلم عنه معلش، لان ابو جبل يعني ده محدش ينساه. فابو جبل صد 3 4 كور، ال3 4 كور دول لو كانوا دخلوا في نادي الزمالك في المباراه اللي اتلعبت على استاد السويس، كان ممكن قاعدين دلوقتي نقول لو كان فلان نزل، لو كان فلان ما نزلش. بس هو ده دورك يا ابو جبل، ان انت تخلي الزمالك في المقدمه. ابو جبل انا هديله 9 من 10، وان كنت اقدر اديله كمان 9.5 من 10. عمل مباراة رائعة جدا في كل الكورة اللي جت له. الونش ثابت المستوى 9 من 10. محمد عبد الغني ثابت المستوى 9 من 10. حازم امام شابوه عليك يا حازم، انا يعني بسم الله ما شاء الله هديلك 8 من 10. احمد فتوح لعب مباراة جيدة، هديله 7 من 10. امام عاشور انا هديلك يا عم امام 10 من 10. صراحة يعني بتروح وبترجع وبتقطع كورة وبتشوط وبتباصي، يعني لعيب في المباراة دي لعيب متكامل. طارق حامد او طارق جامد ياخد 8 من 10. اوباما هديله 8 من 10. شيكابالا، يا عم شيكابالا انت لعبت النهارده مباراة رائعة تستحق عليها 8 من 10. زيزو، يعني يا عم زيزو عاوزك تشد حيلك عن كده شوية، انسى العرض. زيزو ياخد 7 من 10. عمر السعيد انا هطلعه بره التقييم لانه اصيب وطلع.
نزل مكانه بن شرقي. بن شرقي لعيب كبير، بيقف على الكوره وبيستلم وبيباصي، يعني يا فرحة الفرقة اللي فيها لعيب زي بن شرقي. بن شرقي ياخد 8/10. أما فيصل لما نزل يمكن خارج التقييم ما لعبش كتير. عبد الله جمعة برضه خارج التقييم ما لعبش كتير. اسلام جابر نفس القصة برضه خارج التقييم لأنه ما لعبش كتير، مش هنقدر نقيمه، وإن كان يعني عملوا اللي عليهم وأدوا يعني بقوة. عاوزين يثبتوا لبشيكو إن هم يقدروا يعني يبقوا في التشكيلة الأساسية. المجمل من اللقاء يعني حاجة واحدة أنا بس طلعت منها، إن هو أعطيني حكما عادلا وملعب جيدا وأنا كيفك. يعني هما الكلمتين دول اللي احنا نقدر نقول عليهم: أعطيني حكما عادلا وملعب جيدا وأنا كيفك. هو دول الكلمتين اللي نقدر نطلع بيهم من اللقاء ده. ده كان كل اللي عندنا في لقاء الزمالك وطلائع الجيش، ونظرتنا وتقييمنا لاداء لاعبي نادي الزمالك على السريع كده، عشان خاطر يعني الناس كلها شافت اللقاء واتمتعت. لينا كلمه اخيره كده: يا ريت الناس اللي بتتفرج عليا وتشوفني وتشوف الفيديو ما تقولش بقى ان خلاص امام عاشور خلاص في المكان ده احنا خير بديل لساسي، يبقى فرجاني ساسي بح وشكرا ومع السلامه ومتمرد والكلام الكبير ده. ساسي لعيب كبير، معلش مع احترامنا لامام عاشور، ولكن لو اتكلمنا كده عن الكره العالميه، مش لما بينزل اوريجي مثلا ويتفوق يبقى خلاص صلاح كده نقعده على الدكه، او فيرمينيو خلاص اوريجي بقى متالق، او لما تشامبرلين بينزل يبقى خلاص كده احنا يعني خلاص ما نلعبش بقى هندرسون، ما نلعبش بقى فينالدوم، خلاص يبقى خلاص واحد. يا جماعه الكوره مش كده، الكوره فيها واحد واثنين وثلاثه، يعني الاول والثاني والثالث. ساسي في المكان ده مختلف عن امام عاشور، ولكن امام عاشور لا غنى عنه وساسي لا غنى عنه. ده هتلاقيه في مباريات وده هتلاقيه في مباريات. الزمالك عنده افريقيا، عنده دوري وعنده كاس، عنده مباريات كتيره جدا ممكن نعتمد على كل اللعيبه. فمحدش يقول ساسي وفلوسه والحكايه والرأي، فلا، ساسي لعيب كبير. اتمنى من كل زملكاوي ان هو يصبر على ساسي، وان شاء الله هيرجع التشكيله، وممكن الاثنين يلعبوا جنب بعض، ده يلعب وينج ده يلعب في النص. ممكن ده الشوط الاولاني، ممكن لو حصل لا قدر الله غياب لاحد منهم. فساسي لعيب كبير فبلاش نقصوا عليه. اخيرا ثم اخيرا اتمنى دعم حضراتكم الاشتراك في القناه. اما اخيرا فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.